السلام عليكم، مساء الخير للجميع. إذا خوتي كما شفتوا مباريات الجولة ال11 كانت مثيرة ومثيرة جدا. برزها كان لقاء القمة بين الشباب بلوزداد واتحاد الجزائر الذي انتهى بالتعادل السلبي. كما يقول لك على طول الخط. الفريقين ربما متخوفان كثيرا بينهما، كان عندهم أداء متواضع ومتواضع جدا. مباريات أخرى كانت مهمة خاصة بالنسبة لرائد مولودية الجزائر الذي عاد بالزاد كاملا من البيض الجريح والذي يعاني في المرتبة الأخيرة من البطولة الوطنية المحترفة الأولى. نظن أن الفوز المولودية كان جد واقعي وطبيعي، والعودة ب3 نقاط يعني الصدارة ب3 مباريات متأخرة. نظن أن أثار الجدل في هذه الجولة هي مباراة النادي الرياضي القسنطيني وشبيبة القبائل. خليني نقول أن شبيبة القبائل تواصل هدر النقاط كما يقولوا التي كانت في متناولها اليوم، ربما بعد النقطتين اللي بحرتهم في الثورة. نظن أن شبيبة القبائل اليوم على الأقل كانت تستحق نقطة، لولا الفرص الضائعة أول شيء، وكذلك الأخطاء اللاعبين في الدفاع مرة أخرى. خطأ في في الدفاع كلف هدف آخر لشبيبة القبائل. المسؤولية كما يقولوا المسؤولية يقسموها الدفاع. الماركاج ما كانش على الغول نسيم الغول، الناس كاع على بالها بلي سي لو ميور جوار تاع قسنطينة. دونك او موان في بولاريتي او موان دير له ماركاج، دير له واحد يشيرو في عينو. ما عليناش حديد موفيز ابريسياسيون، دار با عاود ولا ايزيتاسيون، صاب البالون في الشبك، ما عليناش. لكن ما اثار الجدل هو الاخطاء التحكيميه سواء في الفار او من حكم حكم الاول او الحكم الرئيسي. اخطاء ربما لا تستطيع ان نبرر بها كل شيء. لا، كما قال جوزيف بومباور on peut pas dire بلي سي à cause de ça، مي قال كان اعطيني حقي، اعطيني ضربة جزاء من 3 اللي كانوا. نتكلم على الخطأ عمدي غير عمدي ما يهمش على محيوس في الشوط الأول. لمسة يد مندي كولي، دوك تقول لي لاي فلوري قاس ما قاس. لو راح شاف الحكم بن يحيى وقالوا له في الفار أروح تشوف وراح شاف كان ينهي الجدل، قال شفتوا ما ديسيديت. دونك هنا بوان دانتيروغاسيون كذلك. ومن بعد اللقطات تاع بوت، انا لما شفت بوحدفايا خرج il était pas sur le ballon، ما كانش تحكم في الكرة 100%. لما ما تكونش ضربة جزاء، لما الحارس يضرب الكرة مليح ويخرجها ويقول هنا الحكم العب ديريكت، يدير العب، كان الفار هي اللي تشوف. ومن بعد بوت شفناه سبق الحارس شويه، كانت في عرقله. دوك متعمده غير متعمده، اقول واعيد ليس هذا هو كما يقول لك القانون معروف. داكور ديزيكيليبري ان اتاكون دون لا سيرفاس دو ريباراسيون في لقطه واعده فيه ضربه جزاء، ما عليناش. البعض يتكلم على البطاقه الحمراء، حتى الحكم اليماني تحدث وقال انه البطاقه الحمراء شرعيه. اخر مدافع كان دخل، تقول لي ما كان سو الكوتي، وي كان سو الكوتي بصح راح فير لي بوت، ما راحش فير البوطو دو كورنر ولا فير لو 6 متر، راح فير لي بوت، البالون فير لي بوت. دونك سيتي روج لامبيد كما يقولوا. فوالا ما عليناش. الاخطاء التحكيميه لازم نقلصوها يا جماعه الخير، لازم نقلصوها. ما تقدرش في ماتش تصير 3 زيرور ولا 3 ليتيج تاع بينالتي ما تروحش تشوف، ولا مره تروح تشوف، على الاقل مره، على الاقل قال اروح تشوف وديسيدي. هذه هي، والله اعلم كل واحد كيفاش راه يشوف. هذا الجدل قاعد روح له في التلفزيونات، في البلاطوات، كاع ما كانش ما هضرش. اغلب الظن انه الحكم والفار راح يتكونفوكاو بالك لجنه تاع التحكيم ويقولوا لهم ربما اذا جوجاو بيان اونتوندو.
مي حنا ما نقولوش فريق كبير كشبيبة القبائل لا يتحجج بهذه الامور، اكيد هذا مفروغ منه. فريق كبير كشبيبة القبائل ما يتحججش بهذه الامور، ولكن فريق كبير كشبيبة القبائل ما تديلوش حقه، ما تحوسش عليه راطه ما راطاش، داروا غلطه في لا ديفونس، هذيك حاجه واحده اخرى. لا بروف الكومونيكي تاع اداره شبيبة القبائل بين كل شيء، il parle d'un arbitrage inéquitable. Donc اليوم il faut revoir ça et vite revoir ça. La GSK a été lésée pas uniquement dans ce match. Donc اليوم جاسكا ليزي كاين وين حضرت الشباب الجداد، كاين وين شكا المولوديه كاع يشكيو. دونك يا ماتيير عارف ليشير، ماناش نقولوا اورجونس وبوليميك لا خاطينا هذاك العفن هذاك. حنا الجزائريين ماشي كرة القدم اللي تقسم هادي، ديرها مليح في بالك. نو يفو با بروفيتي، بروفيتيوش مع هاد لوكازيون، ما كاش كيفاش. كرة القدم مقية تاع الرياضيين، كاين قوانين معمول بها، كل واحد يدي حقه. راني نقول ونعاود، الجياسكا اليوم على الأقل ضربة جزاء وحدة، ولا راني غلط؟ الناس تاع التحكيم راهم قالوا باللي ضربتي جزاء صحيحة على الأقل. الناس تاع التحكيم لي زاناليست تاع التحكيم اللي عندهم لي فيديو كيما نتوما وراهم يشوفوا كيما نتوما. دونك انا واش نقول، ان شاء الله الايام الاخرى ان شاء الله تجيب كما يقول لك امور جديده ومليحه وفي مصلحه كره القدم ولا غير. نظن ان فيه كذلك فريق نادي بارادو، ثالث انتصار على التوالي في الثوره التي المره الثانيه لا تفوز في ميدانها كونسيكيتيفمون، يعني مع جياسكا والماتش هذايا داو غير نقطه مع بارادو جياسكا. كاين لايسوشلف سافا مال، لايسوشلف كذلك تلعب مليح كره القدم، ولكن للاسف خانتها النقاط وخانتها الفعاليه وخانها الحظ كذلك في ربما في بعض الاحيان. وما نساوش مولودية وهران، نختم بها. مولودية وهران ملح البطولة الجزائرية، حبيته ولا كرهته. أنا منين نشفى سوري ملي كنت صغير نتفكر يا ما تسبح بن يعقوب، الحبيب بن ميمون ربي يرحمه، خضر بلومي، سي طاهر شريف الوزاني، بن يوسف بودخيل، قمة في التربية وكرة القدم، مشري البشير، سبع البشير، حفيظ الله يبارك، الله يرسل طرال بالعباس. كانت ان كروند ايكيب جامسيو وحدك تقعد كي تلعب بلا مسيو ما تسيبورتياش، تقعد تشوف الماتش حتى يخلص، تالمو شباب الماتش وتالمو فيه متعه كبيره. بعد جا الجيل تاع تصفاوت قايد بن عربه وجماعه الله يبارك، كذلك كروند ايكيب زروقي بن زرقاء ما شاء الله. الحبيب كان بصبيح ما شاء الله، كانوا عندهم فريمون. انا كي نشوف لها مسي ولا تقدر ديزيام ان بوان ولا تروازيام صافي فريمون بليزير بكل صراحه والله العظيم. غير قلت لك كبرنا في اللعب الجميل تاع مولودية وهران، مانيش نحكي على قشره وفريحه وميلود هدفي هذوك ما لحقتش بهم. انا كان يحكي باب الله يرحمه خويا يوسف الكبير، يحكي عليهم شغل دي بريزيليان في الافريق تاع الصح، برازيليين تاع الصح دي كرون جوهر. قلت نحكي لكم على الجيل تاع الثمانينات اللي كبرت معاه، متعه كبيره والله. مي ان شاء الله مولودية وهران تولي وترجع بقوه ان شاء الله. وما نساوش وفاق سطيف كذلك ان شاء الله يتجاوزوا الازمه هذه ويولوا بقوه، وان شاء الله كذلك تتغلب لمصلحه النادي العريق، النادي الكبير، النادي الذي ابهر الجميع. كفا مني خوتي، ce n'est pas n'importe qui l'entente de cette équipe, ce n'est pas n'importe quel club, c'est une grande équipe aussi. وقت العريبي الله يرحمه عمي مختار، يا عثماني نبتي، يا حسرة عجاز، برناوي سرار، بولحجيلات، بن جاب الله، عبد الرحيم، يا حسرة ملك زرقان، درزق رحماني، عجيسة، سردين، مراد رحموني، وبعد غريب قبله غريب. لا كروند ايكيب تاع الصيف ما تقدرش تنساها لونطونت، مستحيل السبع. كيفاش انت ما تقدرش تحب لونطونت بهذا الجيل تاع اللاعبين. المهم نقول لكم بارك الله فيكم، ونتمنى كل خير ان شاء الله لكرة القدم الجزائرية الى كل ولاد بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.